في عالم بيجري أسرع من سرعة تفكيرنا، أكبر غلطة ممكن أي حد فينا يقع فيها هي إنه يختار مهارة عشان بس سمع إنها ترند أو عليها كلام. طب إيه الصح؟ إيه الاختيار الذكي اللي فعلا يبني مستقبل؟ في الكام دقيقة الجاية هنرسم مع بعض خريطة طريق واضحة جدا لاختيار المهارة اللي هتنقلنا لقدام في 2026. خلينا نحط النقط على الحروف من الأول. الجري ورا الترندات ده حرق وقت ومجهود وفلوس على الفاضي. بدل ما نعمل كده، النهارده هنحط سيستم، نظام عملي وذكي يضمن إن كل ساعة بنستثمرها في نفسنا تكون في مكانها الصح. واللي بيخلي الموضوع ده مهم قوي النهارده هو إن الذكاء الاصطناعي في 2026 مش مجرد أداة بنستخدمها زي أي برنامج، لأ، ده بقى عامل زي الكهرباء والمية، بقى هو البنية التحتية اللي كل حاجة قايمة عليها. ومعنى كده إن اختيار المهارة الصح ما بقاش رفاهية، ده بقى قرار مصيري بجد. طيب وسط كل ده نختار إزاي؟ الموضوع بسيط، في 3 قواعد ذهبية زي فلتر كده هنعدي عليه أي مهارة بتخطر في بالنا عشان نعرف تستاهل ولا لأ. بصوا، أي مهارة عشان تبقى استثمار بجد لازم يكون فيها ال3 حاجات دول. أول حاجة، طلب حقيقي في السوق، يعني في شركات بتدور على ناس بتعرف تعملها ومستعدة تدفع كويس. تاني حاجة، المرونة، يعني نقدر نشتغلها أونلاين من أي مكان في العالم. تالت حاجة ودي الأهم، إنها تكون قابلة للنمو، يعني مهارة ليها مستقبل وبتتطور، مش مجرد موضة هتختفي بعد سنة ولا 2. تمام، ده كان فلتر السوق، عرفنا السوق عايز إيه. بس في فلتر تاني أهم، الفلتر الشخصي، لأن أحسن مهارة في العالم لو مش ماشية مع طبيعتنا عمرنا ما هنبدع فيها. أول سؤال لازم كل واحد فينا يسأله لنفسه، أنا بتاع إيه؟ يعني هل أنا شخص دماغي بتحب الأرقام والتحليل والتفكير المنطقي؟ ولا أنا شخص فنان دماغي إبداعية وبتحب الألوان والتصميم؟ ولا يمكن أنا شخص اجتماعي بعرف أتكلم مع الناس وأقنعهم وأنظم الأمور؟ معرفة ميولنا دي هي البوصلة الحقيقية. السؤال التاني ده عملي جدا، هل ممكن ألم أساسيات المهارة دي في 90 يوم؟ ليه 90 يوم؟ عشان دي الفترة اللي بتخلينا نشوف نتيجة بسيطة تشجعنا نكمل. لو المهارة محتاجة سنين عشان بس نبدأ فيها، الحماس هيموت في السكة. والسؤال الأخير ده بقى هو الاختبار العملي، هل المهارة دي ينفع أعمل بيها بروفايل على أبورك أو فايفر وأجيب بيها أول عميل؟ لو الإجابة دي علامة ممتازة إن المهارة دي تقدر تجيب فلوس بسرعة، وده بيدي دفعة معنوية رهيبة. تمام قوي، خلصنا كلام نظري. تعالوا بقى ندخل في الجد ونتكلم في المفيد. الفلوس فين؟ إيه هي المجالات اللي عليها طلب عالي جدا النهاردة؟ طبعا لازم نبدأ بالAI. الشغلانة دلوقتي ما بقتش إننا نكتب أمر بسيط وخلاص، لأ، القيمة الحقيقية راحت لناس بتعرف تدير أنظمة ذكاء اصطناعي كاملة، أو بتعرف تهندس الأوامر عشان تطلع نتائج احترافية، أو بتعمل أتمتة للعمليات بالAI وتوفر على الشركات آلاف الساعات. ولو هنتكلم عن واحدة من أهم المهارات دي، فهي هندسة الأوامر أو البرومبت انجينيرنج. دي مش مجرد كتابة، ده فن. ده الشخص اللي بيعرف يتكلم مع الآلة ويترجم الأفكار لأوامر دقيقة تخلي الذكاء الاصطناعي يطلع شغل كأنه خبير عالمي. وهنا بقى الأرقام هي اللي بتتكلم. شايفين الرقم ده؟ 180 ألف دولار في السنة. ده مش خيال علمي، دي مرتبات حقيقية لناس بتشتغل الشغلانة دي. وده بيورينا قد إيه الطلب عليها ضخم جدا، والناس اللي بتعرف تعملها لسه قليلين. نروح للمجال التاني وهو قلب أي شركة حديثة، الداتا والتكنولوجيا. هنا بنتكلم عن مهارات زي تحليل البيانات عشان ناخد قرارات صح، والأمن السيبراني عشان نحمي كنوز الشركة الرقمية، وكمان تطوير المواقع خصوصاً بالأدوات اللي مش محتاجة برمجة زي ويب فلو. تحليل البيانات بالذات بقى عامل زي منجم الذهب. كل الشركات غرقانة في بحر من الأرقام والبيانات، بس محتاجين الشخص اللي يعرف يغوص في البحر ده ويطلع باللؤلؤ، يطلع بالمعلومة اللي هتفرق في مستقبل البيزنس. واللؤلؤ ده تمنه غالي، مرتبات علماء البيانات بتوصل ل 164 ألف دولار في السنة. وده يأكد تاني إن اللي بيعرف يحول الأرقام لقرارات ده شخص قيمته بالذهب في السوق. وطبعا مش كل حاجة أرقام وكودينج، في طلب خرافي على المهارات الإبداعية خصوصا في مجالين. أولا، صناعة محتوى UGC اللي هو المحتوى العفوي اللي بيصوره الناس العادية للمنتجات. وتانيا، مونتاج الفيديوهات القصيرة، الريلز والشورتس اللي كلنا بنتفرج عليها طول اليوم. وهنا بقى بنوصل لأهم نقطة في كلامنا كله. وسط كل الكلام عن الذكاء الاصطناعي اللي هيعمل كل حاجة، يجي سؤال مهم، طب إحنا لازمتنا إيه؟ إيه اللي بيميزنا كبشر وما يخليش أي آلة تقدر تاخد مكاننا؟ الإجابة في المهارات دي هي قوتنا الخارقة. القدرة على التفكير بشكل تحليلي وإبداعي في نفس الوقت، المرونة اللي تخلينا نتأقلم مع أي تغيير، والذكاء العاطفي اللي يخلينا نعرف نقود فريق ونفهم مشاعر الناس.
دي حاجات الذكاء الاصطناعي لسه بعيد عنها بسنين ضوئية. والخلاصة كلها في الجملة دي: عالمياً المهارة رقم 1 المطلوبة هي القدرة على حل المشاكل المعقدة، ودي المهارة الأم اللي بتجمع كل المهارات البشرية التانية تحتها. اللي بيعرف يحل مشاكل قيمته بتزيد أضعاف مضاعفة. كلام جميل ومحفز جدا. بس نعمل إيه من بكرة الصبح؟ إيه الخطوة العملية اللي نبدأ بيها؟ الخطة بسيطة جدا ومحتاجة حاجة واحدة بس: تركيز. يا جماعة، النجاح في السنين الجاية مش للي بيعرف من كل فيلم وأغنية. النجاح للشخص اللي بيختار مهارة واحدة بس ويقرر يديها كل تركيزه وطاقته لمدة 90 يوم متواصلة، يبني فيها أساس قوي جدا. الذكاء الاصطناعي بقى زي الكهرباء، مش مطلوب مننا نخترعها، بس لازم نعرف نتصرف لو النور قطع. ودلوقتي السؤال الأخير موجه لكل واحد فينا. بعد كل اللي سمعناه ده، يا ترى إيه هي المهارة اللي حسينا إنها لمست معانا، اللي ماشية مع شخصيتنا وميولنا؟ القرار ده مش مجرد قرار مهني، ده استثمار في أغلى حاجة عندنا، مستقبلنا. والمستقبل بيبدأ بخطوة واحدة مركزة. كده خلصنا فيديو النهاردة. لو عجبكم اعملوا لايك، ولو مش مشتركين في القناة اعملوا سبسكرايب علشان يوصل لكم فيديوهاتنا اللي جاية. ولو في أي استفسار عندكم اكتبوه في التعليقات وهجاوبكم عليه. بتمنى لكم الاستفادة دايما، واشوفكم على خير في الفيديوهات القادمة.